نفس الترجي للفريق سابقا من جهة الميل دائما ما يكون أفضل، كان ذلك في الأسبوع الأول. على ما أظن فريق الريدز لم يحسم قرار نزوله على مستوى منطقة الميل إلى حد الآن، يعني صراحة يخسر فايت نازلة على مستوى الأوبسرفاتوري في جولتين على مستوى الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، وينجح في تدارك الموقف مرة بويا ومرة مركز ثاني. صراحة جي برافو، لكن خلينا نشوف الآن مواجهة الواسك وكذلك فريق الأهلي بلاعب سي فوكس عن جينيوس. سي فوكس أمام جينيوس واحدة بواحدة، متقاربة الفايت على مستوى الدماش، لكن إيفان كان أسرع. فريق الأهلي يخسر لاعب، فريق الواسك لم ينزل على مستوى منطقة الباي فرونت، غير المكان فريق الواسك لم ينزل على مستوى منطقة الباي فرونت، وكأنه دارس أنه سيكون هناك اشتباك. نعم هناك اشتباك على مستوى منطقة الريفينيري، وقد تعاد جولة الأمس. هل سينجح سيموكس في عملية الريفايف؟ ماذا؟ خلينا ننتظر، بما أنه الماكينة محجوزة من جانب لاعب النكسي كاسبيريتو. نعم سيموكس موجود وكذلك باتشينو. فريق الواسك قريب، رد بالك فريق الواسك يتحين اللحظة. الواسك نعم يظهر على مستوى الصورة. خلينا نشوف سيموكس يقسو على كاسبيريتو، واحدة في واحدة الآن. فريق النكسي يقصي لاعبين، لكن ما زال فريق الأهلي صامد ب4 لاعبين. عملية الريفايف محسوبة للفريق سريعة جدا. سيفوكس في المطاردة الآن، باتشينو صعبة، لكن سيموكس مرة أخرى يضرب، مرة أخرى يتزون الكيل رقم 2. دقيقتين مرت وفريق الواسك على ما أظن هل عاد لمنطقة الباي فرونت ماذا؟ لكن عندك مواجهة تشيليان بين فريق الريدز وكذلك السيفن سي. نعم الريدز يتحصل على المركز الثاني في المباراة الماضية. الآن في معركة ضد فريق السيفن سي، ويتفوق اللاعب عبده بن هناك على حساب أحد اللاعبين. السيفن سي على مستوى التمركز كان أفضل. إذا الآن اللانشبادا وتغيير المكان من جانب فريق السيفن سي. نعم الريدز تقريبا بلاعبين اخيرين بنتجين وحيدين. نكس افتت خدمات لاعبين، لكن تم انعاش احد اللاعبين في معركه كانت صعبه جدا ضد فريق الاهلي هناك في ضواحي الريفيري في عاصمه الكالهاري. نعم ضواحي الماموث. الفريقين او فريق السيفن سي يتمركز هذه المنطقه، متحصل على اقصائين، اقصاء لصالح اللاعب عبدو واقصاء لصالح اللاعب بوكيكس. كفر الفريق يقوم بدور كبير جدا ويعطي أفضلية للفريق في الفايتات البعيدة، وعنده مهارات في المسافات القريبة كذلك. لذلك يتم الاعتماد على هذا اللاعب بطريقة كبيرة جدا، لأن السيفن سي كما قلت إقصائين لحد الساعة. يعني الأخضر اليوم يختلف كثيرا عن يوم غد أو عن يوم أمس عفوا، يختلف كثيرا، لأن يوم أمس شاهدنا إقصاء الكثير من الفرق والريفير كانت وجهة كل الفرق، لكن اليوم تقريبا يعني سيناريو مختلف. بينما الآن الأهلي غير مكانه من الريفير بسرعة، يبحث عن الإقصاءات. بماذا يفكر هذا الفريق؟ لكن رد بالك من التفكير واتخاذ قرار خاطئ. الآن تم استبعاد أحد فريق الأهلي، وكذلك تم استبعاده وإمكانية انضمام فريق ستار دي زد أصحاب في المباراة الماضية واردة في هذه المعركة. نينجا تم إسقاطه هناك، لكن سيدو لا يزال سيدو بلم 590 1 على 1، لكن الدعم وصل أصبحت 2 على 1 خلاص. من هناك اللاعب فريق الاهلي تم اسقاطه. عمر الستار قلت لك ممكن انضمام هذا الفريق الى الفايت، او قادمون يعني بالاربع لاعبين تقريبا، باربع لاعبين في مكان واحد او في منطقه واحده، 3 لاعبين متقدمين، واللاعب ريدكس من البعيد يامن الجبهه للرفقاء بالسلاح على اس 80. سلاح عنده تاثير كبير جدا في المسافات البعيده وكذلك حتى في المسافات المتوسطه. اذا الان كوزاك من هناك بالبيستول يغير مكانه بمسدس التصرف وين يقود الهجمه، وين تفوق على بروس سيدو في وضع يصعب. سيدو من البعيد محاصر. شاهد الدور الكبير الذي يقوم به ريدكس، هو لا يظهر على مستوى الشاشه، لكن لو نركز نعم هو الصوره وكان المخرج يسمعني ويلبي النداء، يقوم بدور كبير جدا. نعم من هناك الضغط لا يزال موجود من جانب اللاعب ريدكس بالاس 80 وكذلك بسلاح الام 2 في او سلاح السنايبر الذي يعني عنده تأثير خلف الثلوج للريدكس، والضغط من البعيدة يزال مستمر من أجل إعطاء الفرصة للثنائي. من أجل الضغط هناك وصل جيرارد وخلاص. كوزاك سريع، اللاعب كوزاك مهاري جدا، أنهى النزال سريعا وتفوق. بينما الأخضر تقريبا هناك مواجهة بين فريق الواسك والنية، لكن
تقريبا النية ربما سيكون وضعية دفاعية، لأن الواسك هو من سيبادر بالهجوم كالعادة. عندك ناس قريبا قوي صراحة. نعم، هنا تقريبا مواجهة بين فريق النية وكذلك فريق الواسك. يسقط الأول ويسقط الثاني. أين الثالث؟ الثالث ما زال يحاول توباك مانو. توباك يا توباك ما زال تقريبا ينهي أمر فريق النية. ينجو لاعب وحيد ب5 كيلات 4 كيلات لإيفان، هو النقطة الفارقة. حتى في الأسبوع الماضي صراحة كان MVP من جانب فريق الواسك، لكن صراحة شاهدنا تغيير كبير في أماكن النزول. فريق الريدز كان ينزل على مستوى منطقة اشترينز لكن غير المكان. لكن سنعود بعد قليل بعد الفايت الآن بين فريق الأليانس وكذلك فريق الجوكوفورس بقيادة باربريكس. يعني تقريبا معزول أو قريب جدا لاعب الكابر. أين يتحرك يحيى؟ لكن زير يسقط الأول أو يسقط الثاني بالسنايبر فريق الأليانس مطالب الآن، أو يسقط الثاني بالسنايبر فريق الأليانس مطالب الآن بالبحث على الهاي جراوند. الحربي يبحث عن التمركز. لحظات الانتظار. الحربي سيكون على ديني. السيفن سي غادرت. السيفن سي اكتوت بالنار. بالمر إلى حد الآن. بالمر الجولة الثانية طلقة بسلاح علم 590. لحظات الانتظار. فايت 1 ضد 1 لكن باربريكس أسرع. الباربر أسرع. البينوم إلى الآن يستخدم قاذفة اللاعبين أو الانشباط للمغادرة، لكن رد بالك فريق الريدز قريب جدا بالسيارة. يعني صراحة فريق الريدز قلنا ينزل على مستوى منطقة اشترينز لكن غير المكان وخاض مواجهة مع فريق السيفن سي، لأنه كان يعلم بأنه فريق ستارز دي زد وكذلك فريق الأهلي سيتدخل سريعا، وهو ما حدث وترجم فعليا وحرفيا على مستوى خريطة الكالهاري. لكن شوف إصرار باربريكس لإقصاء فينوميلي فريق الهانترز الآن. هذه معركة الباي فرونت، معركة الانتظار. فريق الواسك لا يتحرك كثيرا. نعم شاهدنا فريق الواسك صحيح غير المكان نزوله، حصد كيل لأنه يعلم هناك لاعب ينزل من جانب فريق الأهلي أقصي عن طريق إيفان. لكن فريق الهانترز للمرة الثانية على التوالي في الأسبوع الثاني على التوالي يكون قريب جدا من فريق الواسك. الواسك لا يتحرك كثيرا تاريخيا. الواسك لا يتحرك كثيرا على مستوى خريطة الكالهاري، وتعتبر من أكثر يعني المابات والخرائط حبا لفريق الواسك، لأنه صراحة يعني تلعب بأسلوب تكتيكي بامتياز. خلينا نشوف معركة التمركز الآن. يعني تقريبا 8 دقائق مرت، ما زال عندنا 9 فرق و36 لاعب. الأولوية ستكون للزون، حتى الفايتات ستكون بأسلحة الآر. الآن حرب القناصين نايت أم علي تاو. لكن رد بالك هناك فريق يدخل. فريق الأهلي موجود. نايت اليقظة موجودة من فريق الهانترز يصد كل المنافذ، لكن فريق الواسك هو من يقوم بعملية الفوشة. علي تاو من بعيد علي تاو، لكن سي فوكس خلص الكيل. سي فوكس يسرق الكيل. نايت يسقط 1 لكن علي تاو من بعيد يقوم بدور كبير. لكن خلينا نشوف الفايت الآن. فريق الأهلي يعاين الأضرار. فريق الأهلي يكتوي بالنار. فريق الواسك سيستغل عفوا الفايت على مستوى اللحظات. الواسك تاريخ، الواسك في هذه اللحظة. نعم انتظر الاشتباك يقسو على كلتا الفريقين. الهانترز وكذلك فريق الأهلي. بيلا تشاو إليمينيتد. فريق الهانترز فريق الريدز ب7 كيلات. الجون ب4. اسطورة قلنا اسطورة في الماضي. زيزوكس يسقط الآن 8 كيلات. فريق الريدز يغير طريقة لعبه. يعني صراحة شاهدناه هناك إصرار وعناد في خوض فايتات كثيرة في الأسبوع الأول، لكن على ما أظن اتعظ وأخذ الدرس. هنا تقريبا فريق الواسك تظهر مسرح أحلام. المواجهة رقم 2 على مستوى الزون. رقم 2 سيشمل كامل منطقة الرافينيري وكذلك منطقة الدميز وكذلك جزء من منطقة الدساف والماموث. أين فريق الجوكوفورس يتوزع على منطقتين. سيكون الثنائي في منطقة الماموث. صراحة وضعية صعبة جدا بما أن فريق الريدز سيستقبلهم مكتمل العدد. فريق الهال متمركز في مكان بعيد كل البعد عن الاشتباك. بالله يشوف تحرك فريق الواسك. ركزوا على يمين الشاشة. تحرك فريق الواسك في قلب الزون. سيقوم بعملية روتيشن كاملة، من ثم سيدخل من جهة
الدصاب وكذلك منطقة الماموس إيتاشي، لكن فريق الأهلي هو الآخر في قلب الزون. لكن صراحة حرب تكتيكية بامتياز في هذه اللحظات. نعم، حرب التمركز كما قلت بدأت الآن تقريبا لاعب سيزوكس في وضعية صعبة. نعم، تم إسقاط سيزوكس على يد فريق الأليانس اللي متحصل على 6 إقصاءات. إلى حد الساعة فريق الأليانس فريق قوي جدا، لكن لم يظهر بالصورة الإيجابية وبالصورة الجيدة. إلى حد الساعة متحصل على 6 إقصاءات. ما زال معنا 8 فرق أعزائنا المشاهدين. دخلنا الدقيقة 11 من عمر هذه المباراة الثانية على أراضي الكراهاري ضمن منافسات دوري جارينا فري فاير في الأسبوع الثاني في اليوم الثاني. نعم، والأليانس هناك تم إسقاط اللاعب بالمر والثلجة موجودة والإنعاش والجوكو فورس ديني من هناك التقدم، وكذلك اللاعب شيلور رفقة بربريكس. 3 على 2 صعبة شوية، صعبة هي الحكاية قليلا يا بربريكس لا يزال دفاعي. بربريكس والتريث والانتظار والهدوء، ربما سيفكر الثنائي بتغيير مكانه. اللاعب شيلور يتراجع الى الوراء بينما بربريكس يندفع الى الامام. بربريكس تم اسقاطه لكن شيلور تفوق كذلك من هناك على الاول. صعبة يسرى فينوم والانعاش موجود. شيلور والانهاء صعبة جدا. كان الجوكو فورس يعني منقوص عدديا، واللاعب شيلور قام بدور كبير، لكن الزيادة العددية دائما ما يكون لها تأثير. ووصول ديني متأخر إلى الفايت هو السبب خسارة هذه المعركة. يعني ديني يتأخر في الوصول، لو بقى بعيد نسبيا، لو بقى بعيد من الفايت كان يكون أفضل، لأنه دخوله إلى هذا المكان عبارة عن إقصاء. خلاص نصب كمين وانتظر قدوم اللاعب ديني لينهي النزال سريعا وليختفي الإقصاء التاسع، كذلك ليقوم بإنعاش اللاعب بالمر من أجل إعادة تشكيل الفريق من جديد، لأن نتحدث عن 4 لاعبين، كل لاعب عنده مهارة. نتحدث عن سنايبر، راشر، سيبورت، بومبر، كل لاعب عنده دور في الفريق. أي لاعب عنده تأثير في المباراة، لذلك ولا فريق يريد أن يكمل المباراة منقوص عدديا. تقريبا فريق الأهلي من هناك، خد بالك يا الأهلي خسر معركة هناك ضد فريق العكس، استغلها فريق الواسكا ودخل على الطرفين بينما صار هناك الوصول والاقتحام أصحاب القوية في المباراة الماضية. أوكبر السنايبر وصل 150، لكن صعبة كانت الصورة، صعبة كانت الحكاية، لكن سيفوكس وصل يا الله على صمود كبير جدا. لكن الآن الكل سقط وريديكس وحده واقف. ريديكس الآن سيبحث عن الإنعاش، لكن على الطاير ستغادر بالصوم. صعبة يا الصورة بالصوم. نعم، إليمينيتد. بينما فريق الريدز 9 إقصاءات. نعم، استفز الفريق كثيرا فقرر الإجابة اليوم بقيادة البيج بوس. نعم، هناك مقولة عسكرية تقول تراجع قليلا لتجنب الحرب، لكن إياك أن تتراجع خطوة إذا بدأت في القتال أو إذا بدأت المعركة. إذن الصورة الآن من البعيد واضحة جدا. 6 فرق 21 لاعب، دقيقة 14 من عمر المباراة. حرب التمركز بدأت تخضر بين الفرق، والكل يريد الانتصار في هذه المعركة، والكل يريد خطف بويا ثمينة ستكون. نعم، الصورة من البعيد تبدو أكثر هدوءا، لكن داخل العقول هناك حرب تكتيكية، هناك حرب العقول. من سيفكر أكثر هو من سيدون البوية. لكن فريق الواسك تعود يا واسك جميل على مستوى الأسلوب التكتيكي في هذه اللحظات. لكن عندنا فايت بين فريق النفسي وكذلك فريق الأليانس. لمن سيكون المكان؟ ما لا يؤخذ بالأساليب التكتيكية يؤخذ بالقوة. هكذا شعار فريق الأليانس في الفايت الحالي. فلينكس راح لكن من بعيد فريق الواسك 13 كيل ينجح في العودة. فلينكس فريق الواسك كان متأخر على مستوى الزون، يأتي روتيشن للتاريخ. لو يدون البويا الواسك ستكون بويا أسطورية وبويا جميلة جدا من الناحية التكتيكية. بربريكس واحدة خطوة يا بربريكس، رد بالك. آي شوف حتى المخرج يركز على بربريكس. والله صعبة يا بربريكس. لو تصمد يا بربر ماذا سأقول؟ جي برافو. لكن ينتظر الاليانس فريق الواسك سيضغط على الجميع، وكذلك فريق الهال اي سبورت منذ قليل بالانشفاط قراءة سريعة جدا لتحرك الزون. لكن كذلك فريق الريدز ب9 كيلات، الاليانس ب13 كيل وب3 لاعبين. الأسبقية العددية تقول لك فريق الهال وفريق الواسك، وكذلك فريق
وكذلك فريق الريدز، لكن باي 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 معليش يا علي تاو، معليش علي تاو. الآن الماكينة المغربية أسود الأطلس يظهرون في جولة الكالهاري. نعم قلت هي تاريخيا من الخرائط المحببة لفريق الواسك. الواسك كبير أنت في كل الأيام يا واسك، كبير أنت في التاريخ وفي كل الأيام. المش يحاول المش بطلقة أولى 2 3 بدون عنوان، لكن في نوم اللي راح سيضغطون الآن على فريق الأليانس. لكن رد بالك عنا معركة أخرى بين فريق الريدز وكذلك فريق الهلال. فريق الواسك لو ينجح في إقصاء فريق الأليانس سريعا سأقول البويا من الآن، لأنه ماذا؟ امسك رأسك امسك بطنك، أنت في حضرة الواسك العالم. لأنه ماذا؟ امسك رأسك امسك بطنك، أنت في حضرة الواسك العالمي. السيادة التكتيك الآن يريدون استغلال المواجهة بين فريق الهالي سبورت وكذلك فريق الريدز. فريق الواسك سيقوم بالالتفاف على اليمين، لكن علي تاو مضغوط من بعيد في التمركز على اليمين مضغوط. لكن رد بالك الآن عملية الانعاش، الجينيوس ساقط، الجينيوس يعود، لكن فريق الهلال بنفس الأسلوب لا يغير الأسلوب. علي تاو يسقط الشور من هناك. أي تكتل لفريق الهالي سبورت. شوف الصورة الآن الفريق الريدز الصعبة. فريق الريدز سيكون مضغوط عند بلاي جراوند، لكن الصورة يسقط المش. لكن شوف الثلج الأولى والثلج الثاني. شنو هذا؟ أي عمل جماعي يظهر به فريق الواسك الآن. الواسك يقسو على فريق الريدز ويسقط لاعب. هذه حرب تكتيكية بامتياز. تقول قلب السحر على الساحر. باي باي المش موجود. علي تاو طلع النار والانتصار. لكن الواسك ب 48% النسبة المئوية تقول لك مغربية. المصرية 27 تتقلص الآن، والريدز بلاعبين. يا كاتب التاريخ لسه ستكتب المواجهة. علي تاو يقصي فريق الريدز. باي باي بدرجة لم تكتب التوقعات. ملوك والسيادة التكتيك يعودون، وبأي عودة للتاريخ يا واسك. قلتها كبير أنت في كل الأيام يا واسك، كبير أنت في كل الأيام يا واسك، كبير أنت في كل الأيام يا واسك. للمرة الثالثة على التوالي جايكو يسقط الأول. لا 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 لفريق الواسك على مستواه الكالهاري في جولة تاريخية وهي لمتع إلى حد الآن يطش. نعم مباراة قوية جدا، ومباراة سأقول أفضل